هو بيعرفك كل الرادارات الموجوده في الطريق اللي انت ماشي عليه وسرعتها قد ايه وسرعه الطريق كام والرادار ده نوعه ايه، والموضوع جامد جدا. بيقول لي ان في سيل فون وفي سبيد كاميرا اوكي والليمت 90 اوكي. قبل ما اقرب هو فعلا الرادار موجود. ازيكم اخواتنا اللي فلوسها خلصانه على مخالفات الرادار. انا بقالي اسبوع بجرب ابلكيشن جامد جدا بيكتشف موضوع الرادارات ده. صراحه الفتره اللي فاتت القاهره بقت ملغمه رادارات سرعه ورادارات ماسكه موبايل ورادارات حزام. فالناس اللي بتسوق نوعين، حد عايز يلتزم وحد مش عايز يلتزم. اللي مش عايز يلتزم ده الصراحه حلال عليه المخالفه وهو كده بيضر نفسه وبيضر الناس، ولكن اللي عايز يلتزم دايما بيبقى عنده مشكله ان هو ممكن رجليه تسرح شويه على السرعه فيزود عن السرعه القانونيه بتاعه الطريق ويروح هوبا لابس رادار، مع انه والله العظيم نفسه يلتزم. وعشان كده الابلكيشن اللي انا جاي اكلمكم عنه النهارده ده هو بيعرفك كل الرادارات اللي موجوده في الطريق اللي انت ماشي عليه وسرعتها قد ايه وسرعه الطريق كام والرادار ده نوعه ايه، والموضوع جامد جدا. خلينا نركن دلوقتي في اقرب بنزينه كده عشان اشرح لكم كل التفاصيل بتاعه الابلكيشن ده اللي هو رادار بوت وازاي ان احنا نقدر نستغله ونستفيد منه. خلينا اشرح لكم سريعا كده ايه هو رادار بوت. رادار بوت ده ابلكيشن بينزل على اندرويد وعلى اي او اس. فكرته هو ان هو الناس نفسها هي اللي بتقول فين الرادارات ويبدا هو ينظم الموضوع ده. اول ما بخش ماشي معايا كده بس ده الابلكيشن. اول ما بخش على الابلكيشن ده الابلكيشن هو زي جوجل مابس بالظبط، بيشرح لك انت واقف فين وعايز تروح فين. يعني انت ممكن تستخدمه بدل جوجل مابس. وعلى فكره لو انت عندك في العربيه ابل كار بلاي او كده فهتلاقيه ظاهر على ابل كار بلاي فتقدر تستخدمه. يعني مثلا لو عايز تقول مثلا جو تو مثلا معادي اوكي، فانا اختار معادي هيجيب لي مثلا اول معادي هيجيب لي. بص بقى بيختار لي احسن طريق ما فيهوش رادارات. يقول لي بقى ان انت قدامك 22 دقيقه 22 كيلو. الرادار دينستي هاي يعني في رادارات كتير قوي في الطريق ده وهتوصل الساعه ايه 17 و4. الفكره بتاعته حاجتين، ان انت شخص لو بتستخدم الابلكيشن ولقيت ان الطريق اللي انت ماشي عليه فيه رادار بتقدر تخش هنا على مثلا على الطريق ده وتقول انا هنا مثلا ادي اهو وتروح عامل اد رادار. بيقول لك بقى الرادار بتاعك عامل ازاي، هل انت الرادار ده رادار سرعه ولا ده كمين ولا ده رادار بيلقط الحزام والسرعه ولا هو ده ترافيك. يعني حتى لو في ترافيك جام او في زحمه يعني في الطريق فانت تقول هنا في حادثه. انت تقدر تقول الكلام ده عن طريق الماب. فكل الناس اللي بتستخدم نفس الاب ده فتلاقي نفس الحاجه دي موجوده. وبرده عندك فكره تانية ان انت لو لقيت رادار موجود على الماب هنا ومش موجود في الحقيقه فتقدر تخش تعمل ريبورت عنه ويشيلوه من الماب. فالفكره ان كل الرادارات اللي موجوده دي هي ناس هي اللي حطاها وبتساعد على فكره ان الناس تخلي بالها وهي ماشيه على الطريق. فكل طريق هنا اهو ماشي مثلا الطريق ده 60 وفي رادار هنا. لو جيت عند النرجس 3 مثلا في هنا عند الكمين في رادار هنا اهو. بيقول لك الرادار ده عند محور طلعت حرب وان الرادار ده سرعه اوكي. ولو انت شايف ان الرادار ده فعلا مش موجود قول له لا الرادار ده مش موجود. او لو انت عارف ان الرادار ده موجود فتقدر تكونفيرم عشان يثبت الرادار ده وغيرك لو بيستخدم الابلكيشن ده يقدر ان هو يستفيد. فالفكره ان الناس هي اللي حاطه كل الرادارات دي عشان تساعد بعضها. فانت رجليك ما تسرحش وانت بتستخدم الرادار وتلاقي عليك مخالفه. وهو برده بيساعدك في ان هو يديتكت السرعه بتاعتك عامله ازاي ويقول لك قبل الرادار مثلا ب 500 متر خلي بالك في رادار جاي. وكمان يقول لك سرعه الطريق قد ايه. فانت ممكن تستخدمه بدل جوجل مابس. هيوريك الترافيك عامل ازاي، هيوريك ابديتد الرادارز اللي موجوده، هيوريك الرادار دي انواعها ايه. لو انت مش رابط الحزام هيفكرك انك تربط الحزام. فالفكره بتاعته حلوه الصراحه وهي مبنيه على فكره المشاركه، ان الناس نفسها هي اللي تخش وتغذي الابلكيشن ده باماكن الرادارات دي عشان الناس كلها تستفيد او عشان الناس اللي هي عايزه تلتزم اصلا ورجليها بتسرح كده على الرادار فتخلي بالها من الموضوع ده. الابلكيشن ده مجاني. انت لو نزلته من على الاب ستور هتلاقيه مجاني وتقدر ان انت تستخدمه، ولكن بيطلع لك اعلانات كل شويه كده اهو. او ان انت ممكن تدفع اشتراك سنوي تقريبا 600 جنيه ولا حاجه وتستخدم الابلكيشن فري وفي شويه اوبشنز بقى ان انت تحط رادارات وان انت تقدر تبلغ عن رادارات. فيعني بتبقى حاجه كويسه. انا شايف ان الصراحه سعره مش غالي قوي، ولكن فكره ان انت تبقى عارف كل الطرق. يعني برضو فكره ان انا ما ببقاش عارف سرعه الطريق دي كام دي حاجه جامده جدا. كل طريق هنا معمول له ابديت. العيوب اللي انا قابلتها مع استخدام الابلكيشن ده ان هو مش ابديت طول الوقت. يعني هم لو عملوا صينيه جديده او فتحوا طريق جديد او حطوا دخله جديده او كده فانا لقيته مش ابديت طول الوقت لان هو مش زي جوجل مابس. مش يعني حتى جوجل مابس بيتاخر في الابديتس. يعني تاني حاجه ان في سرعات طرق اتغيرت. يعني في بعض المحاور عندنا كان 80 وبقى 60 فهو لسه ما عرفش ان هو 60. فانت برضو محتاج تبقى مصحصح شويه، ولكن بنسبه مثلا 80 85% هو هيساعدك بشكل كبير جدا. هيديك تنبيه صوتي قبل كل رادار ويقول لك خلي بالك السرعه بتاعتك. وهو كمان بيقيس السرعه بيقارن السرعه بسرعه الطريق فيقول لك خلي بالك انت ماشي اسرع او اقل. وكل ما انت تنزل يقول لك انت كده لا تمام. فهو صراحه فكره حلوه جدا وجامده. واستخدام التكنولوجيا في ان الناس تساعد بعض انها تمشي على سرعات صح او انها ما تاخدش مخالفات. فالموضوع جامد. جامد ولا مش جامد؟ جامد.
دلوقتي انا ماشي اهو شغل الرادار بوت. المفروض انا لو معايا ستاند هنا او حاجه فبحطه عليه. هو بيقول لي سرعتي دلوقتي 49 والطريق ده سرعته 90، فانا ماشي في السيف سايد. ولو عليت عن 90 هيبدا يزمر، يعني انا لو عليت عن 90 بس انا مش عايز اخالف يعني، بس لو عليت عن 90 هيبدا يزمر. وفي رادار جاي اهو، يعني انا شايف ان هو في رادار جاي اهو، شايفين الرادار اهو. ولو دوست عليه هيقول لي الرادار ده اهو سبيد كاميرا، ده رادار سرعه على 90 كيلو. فالمفروض انا لما اروح بعد ما اروح اقول بقى يا اما كونفيرم يا اما فعلا في رادار يا اما لا الرادار ده فيك. يعني انا عارف ان الرادار ده تمام لان انا باجي من الطريق ده على طول، فعارف ان الرادار ده تمام. فهو قبل الرادار بشويه، يعني بص كده قبل الرادار بشويه هيبدا يعمل لي ايه. ركزي كده معايا. هو بيقول لي ان في سيلفون وفي سبيد كاميرا اوكي والليميت 90 اوكي. قبل ما اقرب هو فعلا الرادار موجود احنا على الدائري وفعلا في رادار موجود دلوقتي اهو. فلاشاته عماله تزغلل وتزغرد في سماء المحروسه اوكي. انا عمال اقرب. انا دلوقتي هو مش بيديني وورنينج لان انا اقل من 90، بس انا لو عديت عن ال 90 يعني لو زودت عن ال 90 هيبدا يديني وورنينج. بصوا انا بقرب من الرادار. ايوه السيت بيلت. نزلي بس الموبايل احسن يتاخدنا خلفة موبايل اوكي. جامد. بس الرادار هيضرب في وشه اهو. شايفين الرادار؟ ايوه الرادار ضرب اهو. خلاص احنا كده عدينا الرادار بسلام. شكرا رادار بوت على ان هو رادار بوت على المعلومات الجميله دي. الصراحه هو قال لك ان في كاميرا فعلا و90 وخلي بالك من الحزام، وفعلا كانت موجوده. فجامد. انا ممكن بقى اخش هنا اهو واقول له فعلا الرادار ده كونفيرم الرادار ده موجود، فابدا ان انا اغذي الابلكيشن بشكل صح يعني والناس تفيد بعض. فجامد.